او على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء. بحييك زميلي تامر صقر، ويعني وكانت مباراة عصيبة جدا، وكانت كلمة السر النهارده حماده يحيى، لكن الكابتن مجدي الشناوي المدرب العام النادي المصري الف مبروك كابتن. ربنا يبارك فيك، وطبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على الثلاثة بونت. 3 بونت غاليين جدا، جم في الوقت المناسب، وبشكر اللعيبه ادوا مجهود فوق طاقتهم بصراحه، وانا الفوز ده بهديه لجمهور بورسعيد المحب للنادي. كابتن انا شايف الدموع الفرح بقى مش دموع الحزن، لان المباراه كانت عصيبه، احنا اللي كنا بره كنا على اعصابنا، ما بال انتوا الجهاز يعني، لكن انا عايز يعني انك تفرح يعني مش تحزن. والله الحمد لله احنا في وسط الضغط العصبي ده قدرنا نفكر كويس في المباراه. التغييرات يعني اتت ثمارها زي ما بيقولوا. حكيم نزل عمل مجهود، وفرق مع الفرقه كان صنع الفارق هو حماده يحيى. كانوا تغييرين زودونا والحمد لله، وده فوز بكرر تاني بهديه الجمهور سعيد، وبحمد ربنا وبشكر اللعيبه ويا رب النصر دايما للنادي المصري. يعني اتاخر الدفع بحماده يحيى، والناس كلها كانت من فوق من بره بتقول حماده يحيى حماده يحيى، ولما نزل حماده يحيى جاب الجون، لكن ليه اتاخر الدفع بحماده يحيى؟ والله حماده نزل تلت ساعه تقريبا، فاحنا ما كناش مش عايزين برضو نجازف، برضو كان في ايدينا بونت، فمش عايزين طبعا ممكن نجازف في وقت بدري نخسر المباراه. فالحمد لله التوقيت جه في وقته مظبوط، وانا اعتقد ان التغيير جه في وقته، يعني تغيير حماده يحيى جه في الوقت المناسب. اشكرك كابتن والف مبروك. ربنا يخليك، شكرا. هنروح بقى للحاوي، حاوي بورسعيد، حاوي المنطقه الحره، محمود عبد الحكيم، الف مبروك كابتن محمود. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. يعني كنت النهارده يعني التغيير كان موفق جدا، وكابتن مختار نزلك في توقيت معين كنت بتقف على الكوره وكنت محطه، يعني استفاد منك الفريق لحد ما فزت. الحمد لله، والله يمكن هو الكابتن قال لي عايزين هم الناحيه الشمال اللي عندهم بيعتمدوا ان هم يهاجموا والناس بتكمل ما بتردش بسرعه، قال لي عايزك تقف ورا الناس. الحمد لله يمكن قدرنا نعملها اكتر من مره. الكره اللي جابها حماده جون، كان في 2 قبليهم ممكن يجوا جوان. الحمد لله بنحمد ربنا، 3 بونت غاليين جدا. الناس في بورسعيد يا كابتن ما عندهاش حاجه غير الكوره تفرحها، احنا بنشيل هم الناس اكتر ما بنشيل همنا. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بال3 بونت عشان خاطر الناس اللي في بورسعيد الحمد لله، ويمكن احنا كمان الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا احسن طول المباراه يعني، ماسكين الكوره طول المباراه، ويمكن احنا رحنا على الجون اكتر من دجله. يعني انت معايا ان تغيير حماده يحيى اتاخر شويه، وكابتن يمكن هو حماده اللي الناس ما تعرفوش كان مصاب الفتره اللي فاتت ده شويه، كان في ماتشين مصاب فيهم، ولسه داخل النهارده يعني دخل الماتش دوت، فكان مش هيقدر ياخد اكتر من كده. بس حماده نجم كبير، ويمكن مش اول مره يكسبنا السنه دي، الحمد لله كسبنا اكتر من مره الحمد لله رب العالمين. اي حد ينزل يكسبنا، كنا محتاجين 3 بونت. 3 بونت دول قعدوا النادي المصري بنسبه 90% في الدوري ان شاء الله. اشكرك كابتن والف مبروك. ربنا يعني انا عايز ااكد بس قبل ما يبقى معايا شريف عبد اللطيف نائب رئيس النادي، عايز ااكد ان المدير الفني بيبقى معذور تحت، الناس كلها فوق عامله كلها مديرين فنيين، نزل حماده يحيى نزل حماده يحيى، وقال لنا دلوقتي محمود عبد الحكيم ان حماده يحيى كان مصاب، فالكابتن مختار كان عنده حق. شريف عبد اللطيف عضو مجلس اداره او نائب رئيس نادي المصري، الف مبروك. ربنا يبارك فيك وربنا يخليكم، والحمد لله احنا تعبنا واشتغلنا والحمد لله رب العالمين، ربنا كلل تعبنا، ودي شفت الفرقه الحمد لله شكل تاني وروح الحمد لله لعوده الروح للنادي المصري، وديت حطتنا في يعني احنا نسالي 3 بونت النهارده لعبنا وكسبنا الحمد لله. ال3 بونت دول بالنسبه لنا عنق زجاجه، وخرجنا من عنق الزجاجه الحمد لله، يعني ارتحنا بنسبه تيجي 90%، واللي جاي احسن ان شاء الله. احنا مطمن جماهير بورسعيد وجماهير النادي المصري الحبيبه، احنا ورا النادي لاخر ثانيه والاخر دقيقه، وكلنا على قلب بعض وكلنا رجل واحد، مفيش خلافات مفيش انقسامات زي ما الناس بتقول في الشارع، كلنا الحمد لله رب العالمين بنبذل. لما النادي المصري ادى مباريات جيده كده وبالمستوى دون، ليه النادي المصري تعب جماهيره طول السنه؟ والله هو يعني تقدر تقول احنا ما بنقدرش، يعني الازمه لما بتيجي كل واحد بيحس بالمسؤوليه. طبعا مباراه خدت مباراه، بصينا تلاقي نفسها في موقف لا نحسد عليه. الحمد لله احنا كنا عاملين فرقه كويسه، وده اكبر دليل، عملنا مباريات كتيره كويسه، كسبنا انبي ولعبنا الزمالك كويس ولعبنا ده، بس ما فيش توفيق. والحمد لله. جالكوا اي اختارات ولا اي كلام بخصوص مباراه النادي الاهلي اللي هي يوم 6 يونيو؟
لا زي ما احنا، هو الميعاد زي ما حضرتك لجنه المسابقات لغايه دلوقتي هو 6 يونيو، والملعب فين؟ ان شاء الله احتمال يكون باذن الله لا في شرم الشيخ لا في الجونه باذن الله. لا هو المعلومه اللي عندنا ان هيبقى في استاد برج العرب هو لسه ما بش... رسمي، بس هو لو في استاد برج العرب برضه احنا بنلعب في اي مكان. احنا الحمد لله رب العالمين ما فيش اي مشاكل مع حد، وكل الخلافات متهيألي انتهت يعني. ان شاء الله. بشكرك والف مبروك. شكرا. الزميلي تامر، انا عايز اقول ان في بوادر ازمه بين امير عبد الحميد وبين الكابتن حماده صدقي. امير بقاله اسبوع او اكتر مش بيروح التدريب، واعتقد كده ان ممكن يكون في يعني امير هيكون دي يعني اخر ايامه في نادي دجله. عايز اقول ان محمود العش الكابتن حماده صدقي مصمم عليه في صفقه تبادليه مع النادي الاسماعيلي. هياخدوا هم طه عادل في صفقه تبادليه، وطه عادل يعني قصاده هيبقى مبلغ من المال مع محمود العش. لكن استمتعنا النهارده هنا في استاد الاسماعيليه بمباراه مهمه وجميله والشيقه، وبنبارك للنادي المصري. والان عوده سريعه لمتعه التحليل ومن استاد الاسماعيليه لاستاد النيل. شكرا للزميل حسن توفيق من ملعب الاسماعيليه. ننتقل سريعا لاستاد السويس مع الزميل محسن